ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض القلقاس بالكزبرة الخضراء بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة برضو في نفس الوقت. وهنعمل كمان عصير الفراولة الفريش القمر، فراولة بقى وموز ولبن ومعلقة من العسل النحل، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين القلقاس بتاعنا وجماله، وحاجة كده تحفة وحاجة كده روعة. الأول كده معانا اللحمة بتاعتنا سلقناها كده وهي على النار دلوقتي، حاجة كده الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومعانا برضو قلقاساية كده، تكون بقى مدورة كده وحلوة، ما تكونش النوع المتول، علشان النوع المتول بيبقى طعمه في الأكل مش حلو أبدا. لكن القلقاساية المدورة بيبقى طعمها كده تحفة وروعة، وبيبقى لونها كده من جوه اللون البينك القمر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ومعانا بقى الكزبرة الخضراء بتاعتنا، غسلناها كده وحطيناها في المصفى الصفة. انا هنا قبل ما اقشر القلقاس كنت طبعا غسلته غسله محترمه كده بالليفه، وسبته لما يتصفى، وبعد كده نشفته بفوطه من المطبخ او مناديل مطبخ. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. قشرنا بقى كده القلقاس بتاعنا وقطعته كده صوابع زي صوابع البطاطس. بعد كده قطع الصوابع ديت مكعبات، ويكون المكعب صغير وفي نفس الوقت يكون سميك عشان يستحمل كده السوى. في المرحلة بقى ديت يا بنات، واحنا كده بعد ما نقطع القلقاس ممكن بقى كده نفرزه، بحيث بقى ان هو ايه مش هيتغسل مرة تانية. احنا خلاص غسلناه وهو بقشره قبل ما نقشره وقبل ما نقطعه. بعد كده بقى عشان نفرزه مش هنجيب بقى عليه مية خالص تاني، ونعبيه بقى كده في اكياس. بس الاول نعصر عليه كده عصرة ليمونة ويقعد معاكي بدل السنة 2. طريقة مجربة وعندك على القناة تقدري تشوفيها وتطلعي عليها، هتستفادي منها كتير. بعد كده هنقطع بقى الكزبرة الخضراء بتاعتنا، وطبعا بنقطع الورق بس. طبعا هنا بنشيل العيدان او السيقان بتاعتنا، مش عايزينها يعني مش هنحتاجها ولا في اي حاجة. هناخد بس منها الورق كده ونضربه بقى كده في الخلاط بشوية مية، ضرب كده متقطع وما يكونش ناعم، علشان لسه هنعمل بيها طشة. يعني هناخدها بعد الخلاط نصفيها وناخد المية ننزل بيها كده على القلقاس في الشوربة، وبعد كده ناخد العصارة بتاعتها نحمرها بقى كده في معلقة سمنة ونضيف عليها التوم ونعمل بيها الطشة للقلقاس. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى بنقشر التوم بتاعنا وهناخده برضو نضربه كده في الكبة بقى تدقيه بالهون، يعني تعملي الطريقة اللي انت بتفضليها. بعد كده هناخد حاجتنا ونروح بيها على البوتاجاز. بس انا هنا القلقاس طالما هطبخه فبضطر كده اديله شطفة الاول كده تحت المية، بحيث برضو ما يكونش فيه شوائب ولا حاجة. لكن للتخزين بشيله يا بنات من غير غسيل. هنا بقى بعد ما سبته يتصفى في المصفى خدته كده ونزلت بيه بقى في الشوربة طبعا بعد ما غليت. وكنت طبعا الشوربة كنت نشلت منها اللحمة علشان اللحمة كانت استوت. سبت بقى كده القلقاس يستوي براحته بعد ما طلعت اللحمة من الشوربة. في ناس يا بنات بتاخد اللحمة من الشوربة تحمرها وتخليها كده لوحدها، لكن احنا بنحب كده اللحمة تاخد من طعم القلقاس. بعد كده نزلت بالمية الخضرة عشان كده القلقاس يتطعم بيها. برضو نزلت بمعلقة من التوم المفروم او المهروس، برضو عشان كده القلقاس يتطعم بيه، ياخد كده طعم التوم وطعم ايه مية الخضرة او مية الكزبرة الخضراء. انا ما عملت السلق برضو بحتفظ بيه في الفريزر وبيقعد معايا برضو سنة وزيادة. في الاوقات بقى اللي ما بيكونش فيها كزبرة خضراء، او الخضرة لما بتكون مشحوحة يعني في ايام الصيف يعني وكده. هنا بقى معلقة سمنة كبيرة نزلت بيها بقى كده في الطاسة، وعليها بقى كده العصارة بتاعت الكزبرة الخضراء. ولما دبلت معانا ونشفت من المية بتاعتها نزلت بقى كده بالثوم المفروم بتاعنا، وكده تاخد اللون الذهبي كده القمر وتديني بقى احلى طشة للقلقاس. ولا بحط كزبرة
ناشفة ولا بحط حاجة. في القلقاس والسبانخ مش بحط أي كزبرة ناشفة، اللي بيحطوا كزبرة ناشفة دولت بتبقى افتكاسات. القلقاس والسبانخ ما بيتحط لهمش أبدا كزبرة ناشفة، بيتحط لهم بس كزبرة خضرا. وعملنا أحلى طشة كده للقلقاس. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ديت؟ شوية قلقاس ما تقوليش لعدوك عليهم، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. مش عايزين ننسى يا بنات فوائد القلقاس، فهو برضو غني بالأملاح المعدنية والفيتامينات، ومفيد جدا للجسم، وحلو جدا لسلامة الجهاز الهضمي لأنه بيحتوي على نسبة عالية من الألياف، بيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، فهو حلو جدا لأمراض القلب، وحلو جدا برضو في فقدان الوزن. تعالوا بقى نعمل العصير بتاعنا الفريش القمر، جميل جدا لنزلات البرد، وحلو جدا كده في ايام الصيام، وحلو جدا برضو للانيميا، ومنشط للدورة الدموية، ومقوي برضو للتركيز. حاجة كده غنية كده طبعا باللبن بقى كده وموز وفراولة، كلها قيمة غذائية. حطينا بقى كده اللبن بتاعنا، وحطينا الفراولة والموز ومعلقة من العسل النحل، ناخدهم بقى كده نضربهم كده ضربة كده حلوة في الخلاط. لو عايزة تضربيه ضرب برضو متقطع، بحيث تكون فيه قطع الفراولة والموز، يعني براحتك خالص. انا بحب كده يعني اخليه كده، ولا ناعم قوي ولا هو خشن قوي، بحب كده القوام بتاعه زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. وهنا بقى حضرنا الفطار بتاعنا، والقلقاس بقى وجماله، ورز بشعرية، وهنا مكدوس الليمون بتاعنا، وعملته كده مرتين تلاتة على قناة نور عيني، وعملته برضو هنا على القناة بتاعت شمس النهار. حاجة كده الله أكبر، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ديت؟ حاجة كده يعني محترمة، وحاجة كده فطار من الآخر زي ما بيقولوا. يا رب يا بنات تكونوا استفدتوا مني ولو بمعلومة، ولو استفدتوا مني تسيبوا لي دعوة حلوة من قلبكم بتفرحني وبتسعد قلبي. ربنا يبلغنا رمضان وإحنا وإنتوا في أتم صحة وأحسن الأحوال. أشوفكم على خير، مع السلامة.